بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي سوف يتبادر إلى أذهان الشعب المصري العظيم: أين كنت يا صب أشرف؟ أين كنت في كل هذه الأحداث الساخنة التي تمر بالبلاد وأنت متعسعة خالص؟ الصب أشرف كان في السجن يا شعب مصر. هتقول لي الله الصب أشرف كان في السجن، الصب أشرف يروح السجن ازاي؟ كل الحكايه محترم ان الصب أشرف كان طلع مره نصر الفانيلا بتاعت الصب أشرف في البلكونه، وشويه لقيت امين شرطه بيخبط على الباب بتاع الصب أشرف. قلت له نعم يا محترم اتفضل. قال لي اني اسمي ابو حمو اللي ساكن في الدور اللي تحتيك. قلت له خير يا ابو حمو اتفضل اشرب ساعه. قال لي لا يا حبيبي، الفانيلا بتاعتك نقطت ميه على التيشيرت بتاع حمو ابني. قلت له طب يا عم معلش لا مؤاخذه ما خدتش بالي. لقيته بيجل في ادبه وقال لي التيشيرت حمو بيك وبعيلتك. قلت له لا يا حبابه حاسب. قال لي ايه حبابه دي؟ قلت له مش في ناس بتقول لا يا حبيبي وناس بتقول لا يا بابا؟ الصب أشرف حطهم الاثنين في كلمه واحده، لا يا حبابه، وهذا مما يؤكد المعنى ويوضحه. راح ساحب الصب أشرف من جفاه وطلع بيه على الجسم، وهوب لقيته في الجسم بيقول لهم اعملوا له قضيه نصر اخبار كاذبه. واني كل اللي نصرته الفانيلا بتاعت الصب أشرف، لا نصرت اخبار كاذبه ولا يحزنوه. وبعد ما خلص المحضر راح منادي على عم ابو عفاف المخبر، راح قال له ابو عفاف، قال له نعم يا باسم. قال له هذا هو الصب أشرف، اوسعوه ضربا. وراحوا ساعفين الصب أشرف من جفاه ونازلين به على الحجز تحت، واوسعوه فعلا يا محترم، بس تقريبا ما سمعوش ضربا. وسنتين حبس يا محترم، سنتين. وهذا النداء موجه حرفيا الى السيد الفريق المثير الركن الطبيب عبد الفتاح السيسي. الصب أشرف يا ريس رجلك الاول في المنطقه، سنتين حبس 45 في 45. واطلع النهارده الاقي الواد ابن القاضي معلق امين الشرطه من جفاه، وامين الشرطه مش قادر حتى يبج معاه بج. هو انا من مخلفات الحرب يا ريس؟ هو مين وجع الاخوان غير الصب أشرف؟ مين صاحب فكره تمرد غير الصب أشرف؟ الصب أشرف يا ريس اتعمل له نصر اخبار كاذبه وانضمام لجماعه محظوره. انا لو بعرف اضم كنت ضميت وسي يا ريس. المهم سنتين في حب مصر مش مشكله، الصب أشرف هيكتم في قلبه ويسكت عشان خاطر بس الاخوان الارهابيين ما ياخدوهاش حجه ويقول لك اديهم بياكلوا رجالتهم. لا يا محترم، ده انطلاقا كمان من واجب الصب أشرف لما تمر به البلاد، سوف ينضم الصب أشرف لقطار الوطن من جديد ويعلن ترشحه الى الانتخابات البرلمانيه. واول ما قلت الكلام ده في كفر الغلابه عندنا طلع لي الواد سامح ابن برع المنجد، واد غلاوي كده وتحسه اخوان في نفسه. قال لي وانت برنامجك ايه بقى يا صب أشرف؟ ان شاء الله انا برنامجي المفضل السيف سربيني، ورقه وقلم واكتبوا ورايا يا ست الكل. برنامج ايه يا محترم؟ اذا كان سياده الزعيم الفريق المثير الركن الطبيب عبد الفتاح السيسي قال لك ما فيش لا برامج ولا مسلسلات وانتخبناه، جت يعني على الصب أشرف وطلبت معاك فضائيات يا ابن برعي؟ ما كلها ماشيه بالبركه يابا. وهنا طلع لي الحاج عويس عم المنطقه كلها وقال لي احنا وراك يا صب أشرف. قلت له لا ورايا ايه؟ صب أشرف لسه موسعينه ضربا. قال لي لا احنا وراك هندعمك، بس عاوزينك لما توصل صوتنا فوق لسياده المثير وتقول له يغيتنا من اللي عايزين يهدوا بيوتنا او حتى ندفع لهم القتاوي. قلت له اطمن يا حاج عويس، اطمن يا حاج عويس، بيوتنا وذكرياتنا شوارعنا القديمه، الجامع اللي على الترعه هناك اللي محدش بيروح، حميده بتاع الحرنكس واخوه بلبل الحرامي، كل ده هيتهد يا حاج عويس. ايوه كل ده هيتهد، ما سياده المثير الزعيم الركن الطبيب عبد الفتاح السيسي هو اللي قال لهم انت هتستعبط يا عم الحاج ولا ايه؟ قال لي لا ما احنا هننتخبك يا صب أشرف عشان توقفه انت عند حد وتقول له لا. قلت له تعالى يا حاج عويس جرب يابا ما تخافش، تعالى شاف الصوره دي؟ صوره مين دي يا حاج عويس؟ قال لي ده الفريق سامي عنان. قلت له حلو، بيشتغل ايه الراجل المحترم ده؟ قال لي ده كان رئيس اركان الجيش المصري. قلت له حبسه يابا، حبسه يا محترم. هيعمل ايه بقى في الصب أشرف اللي اتحبس قبل كده في نقطتين ميه على فلين اتحموا؟ راح جاي من الواد السماوي تاني سامح ابن برع المنجد وقال لي طب امال حريه ايه وانتخابات اللي بتتكلم فيها صب أشرف؟ قلت له استغفر الله العظيم، مين جاب سيره حريه دلوقتي سامح ابن برع؟ قال الله ما انت اللي بتقول اهو، امال الانتخابات ايه وبتاع ايه؟ قلت له انتخابات يعني كرتونه محندقه كده فيها شويه زيت على سكر من حزب مستنقع واطن، يعني كيسين مكرونه عليهم حته لحمه تتعسى بيهم بالليل وتتغطى وتنام يا ابن برع. قال الله طب ما الاخوان كانوا بيعملوا كده وبتقولوا عليهم بيستروا الناس بالزيت والسكر، هو حرام عليهم وحلال ليكم. قلت له مين قال لك يالا اللي احنا كنا بنقول ان السكر نفسه هو اللي حرام او الزيت هو اللي حرام؟ دي نعمه ربنا يالا، احنا هنكفر؟ زيت الاخوان كان مليان كوليسترول يا
سامح وكان بيعلي نسبة الحديد في الدم. هو مين اللي كان بيحذركم منه يا كفر؟ مين اللي كان بيحذركم؟ مثل الأستاذة لميس هي اللي كانت بتحذر الناس وبتقول لهم اوعى سكر وزيت الإخوان. لميس أصلا يا كفر كان اسمه لميس الألمونيا، وبتحذركم عشان زيت الإخوان هو اللي ضيعه وخلاها بقت لميس الحديد. اوعى تفكر يا كفر ان السب أشرف جاي يعمل مصالح شخصية، لا السب أشرف جاي يوصل صوتكم اللي ليس له أي قيمة مقابل ان السب أشرف يرجع يغسل الفانيلا بتاعته من تاني. السب أشرف لو حصل على الحصانة يا كفر الغلابة هينصر الفانيلا بتاعته من غير ما يعصره ويغرق التيشيرت بتاع حمو، وساعتها ولا حمو ولا ابو حمو هيقدروا يقفوا قدام فانيلات السب أشرف وهي مترصصة على الحبل يا بصر. ادعموا السب أشرف عشان ينضف، وطالما كده مش واخدين منها حاجة، هو كده مش واخدين منها حاجة، يبقى السب أشرف يستحمى وينضف وهو خير من يمثلكم. قلتوا ايه؟